يعني نحن رأينا موقفا متقدما من مهم. البرلمان الأوروبي، ساند قوات سوريا الديمقراطية وساند الكرد وأيد الاتفاق المبرم مهم. بين قسد وبين دمشق. الآن المطلوب هو دور سياسي للحكومات الأوروبية. مهم. نحن نعلم بأن أوروبا قدمت لسوريا مساعدة مالية مجزية وتعهدت بالمشاركة في إعادة الإعمار. الآن الحكومات الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي بشكل عام يستطيع يعني أن يربط هذه المساعدات بمدى تقدم دمشق في الاتفاق يعني مع قوات سوريا الديمقراطية ومدى قبولها واعترافها بالمكون الكردي. مهم. فأوروبا الآن لديها يعني أرضية لفعل مثل هذا الموقف. وأنا أعتقد أن الزيارة اليوم أيضا سوف تطلب من الأوروبيين أن يمارسوا المزيد من الضغط على النظام في سوريا. يعني هذه المساعدات المالية المجزية التي كانت أكثر من 700 مليون دولار مهم. قدمتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين للرئيس المؤقت أحمد الشرع. هذه المساعدات يمكن أن تكون مشروطة، مهم. يعني أن لا تكون هكذا شيكا على بياض، بل أن يكون هناك شرط وهو أن تلجأ دمشق إلى تنفيذ اتفاقية 29 يناير، وأن تلجأ دمشق إلى الإيفاء بوعودها في قضية إعادة المهجرين إلى عفرين، إلى حلب، إلى الرقة، إلى كوباني، إلى رأس العين، وأن تلجأ إلى الاعتراف الدستوري بالكرد، ليس فقط يعني مرسوم 13 الذي هو مرسوم جيد، لكن المطلوب هو اعتراف دستوري بالكرد. المواقف الأوروبية مطلوبة الآن كما هو الموقف الأمريكي مطلوب أيضا، لكن الأمر يتوقف أولا وأخيرا مهم. على السياسة والدبلوماسية في شمال شرق سوريا، مهم. على السياسة والدبلوماسية لدى قوات سوريا الديمقراطية، إجراء المزيد من الاتصالات، المزيد من الزيارات، المزيد من الضغط، الاتصال بأصدقاء الكرد في البرلمانات، في الكتل السياسية، في الإعلام، في الصحافة، في كل ميادين الحياة والعمل السياسي في الغرب. مهم. والزيارة طبعا تأتي في هذا الإطار، وهي تشكل ضغطا أيضا لدى يعني على أوروبا والفواعل فيها من جهة يعني مواصلة مراقبة ملف قسد ودمشق في سوريا، مهم. والضغط على حكومة دمشق في كل زيارة يعني يقوم بها مسؤولون سوريون إلى أوروبا.